مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الدورة 41، دورة النجمة الكبيرة ليلى علوي. حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة، انت قمر وعدو للدل. حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة، انت قمر وعدو للدل. حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة، انت قمر وعدو للدل ويا حلوة يا حلوة. نجمة أضاءت الشاشة رغم صغر سنها، وظلت حتى اليوم رمزاً للبراءة والموهبة الفطرية. هي الطفلة التي أبهرت العالم والأجيال بضحكتها وموهبتها. أنا ماليش أب غير بابا ده. هو ده أبويا وهو ده أمي وهو كلها. أنت بتجري ورايا؟ لا. وأنت بتجري ورايا؟ لا. طب يلا بينا نجري سوا. يلا. أيوة بحبه من أول نظر، من أول كلمة حسيته اللي هو هيقدر يسعدني. حبيته لكن ضحك عليا، ساب لي وداس على قلبي. كبرت بقينا ما عنديش فلوس، جري ورا تالية على شغالية وأبوها طفلة فيروز. الفنانة الكبيرة فيروز. إن بعد السنين دي كلها إن أنا أتكرم وقف قصاد كذا جيل ولسه فاكرني، دي بالنسبة لي الدنيا دي كلها مش سايعاني من الفرحة. وبشكر كل إيد بتسقفلي. تحب وتتعشى. ايوه بس المفير دي لو اشتغلت عندي في التياترو هتنجح نجاح فظيع جدا، هتعمل انقلاب فظيع في المسرح الاستعراضي. اكتشافك كان الفنان أنور وردي، مش كده؟ ازاي؟ بالنسبة لأنور كانت في حفلة هواه، كان في حفلة هواه وكان في ناس كتير قوي مشتركين، فأنا برضو من ضمن اللي اشتركوا أنا قدمت يعني مونولوج وحاجة، وأنور شافني فقال البنت دي يعني فيها حاجة، فعلى طول ناداني تاني يوم البيت ورحنا وقال لي غني وارقص. قلت له انا لا اغني ولا ارقص ولا كده، هات لي مزيكا وبتاع، يعني قال لي ايه لمبه شويه، فحس ان انا ممكن اعمل حاجه. بعدين كان عنده سيناريوهات وحاجات بيوضبها، قال لي قولي كده مثلي كده قومي اعملي، فحس ان انا عندي يعني لا مش عارفه ازاي. لا قلت له ما رقصتي ترقص في بيتها بتمارس، لا بتاع لا الرزاله دي لا، كنت منطلقه جدا. Hommage du nom de la merveilleuse enfant فيروز. طفلة قد كف الإيد، لكن موهبتها أكبر من الشاشة نفسها. اسمها فيروز. شوفي يا حبيبي وشوفي يا حبيبي، ادي نصيبك وادي نصيبي. بس دي ما كانتش مجرد شقاوة طفلة زي العسل، دي كانت موهبة جبارة، بتغني زي الكبار وبترقص كأنها اتولدت على خشبة مسرح، وبتقف قصاد عمالقة التمثيل وتقول حوار بخفة الدم تخطف القلب. احنا لقينا حاجة وقعت علينا، انت عود القمر عشان نهرب منك، بتعرف ولا لا؟ عملت مع أنور وردي دويتو ما تكررش تاني،
الطفلة المعجزة والسحر اللي قدمها للعالم في سنين قليلة قوي. قدرت فيروز تعمل اللي فنانين كبار بيحلموا بيه طول عمرهم. سرقت قلوب مصر كلها وبقت أطروطة السينما اللي كلنا حبيناها ولسه بنحبها. ولو ظهرت في زمن التيك توك تخيلوا كانت هتبقى فين. ولحد النهارده مجرد ما بنشوف وشها على الشاشة بنبتسم، كأنها بتفكرنا إن الفن الحقيقي هو اللي بيفضل عايش في القلب. فيروز زلزال شقاوة. فعلا أنا كنت شوية قلت مش هقدر أتكلم، لأني لما بشوف ماما على الشاشة غصب عني ببقى متأثرة جدا. فسعيدة جدا، فخورة جدا بهذا التكريم، وبشكر كل القائمين على إدارة المهرجان، وأتمنى إن روح والدتي تبقى موجودة وشايفة حب الناس ليها، وبالرغم إنها كانت طفلة وسابت أعمال قليلة بس أكيد سابت علامة كبيرة في تاريخ السينما المصرية والعربية، والدليل إن أنا النهاردة بحضر التكريم بالنيابة عنها. أشكركم كل سنة وحضرتكم. بعد السنين دي كلها إن أنا أتكرم وقف قصاد كذا جيل ولسه فاكرني، دي بالنسبة لي الدنيا دي كلها مش سيعاني من الفرحة. مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بالسينما نصنع الحياة.